السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى نعمل اكل مختلف خالص خالص عن اي مرة احنا بنعمل فيها اكل. النهاردة هنعمل اكل ايه؟ هنعمل فطار يوم الجمعة، اللي هو فطار يوم الاجازة. ندلع روحنا شوية. زوجك موجود، اولادك موجودين، عايزة تعملي بقى فطار حلو كده وتدلعيهم فيه. هنبتدي نشوف مع بعض الاول المقادير اللي هنعملها، وبعدين نعمل خطوه خطوه مع بعض. اول حاجه بتبقى في الفطار الصبح اهم حاجه طبق المخلل، اللي هو انا طبعا لسه ما خللتهوش، بس انا حمرته. حطيت شويه زيت بسيطه جدا، وبترصي البتنجان في الطاسه وتحطي الفلفل وتغطي عليه وتوطي النار قوي يستوي، وفي نفس الوقت ما يبقاش في جلده ناشفه، يبقى طري. ده البتنجان بتاعي المخلل. انا عملته طبعا اولا عشان ما اخدش وقت معاكم. الفول ده انا اللي مدمساه في البيت، او لسه مفضيه من الفريزر. طبعا هوريكم ده برضو ليه شغلانه لوحده. هنيجي نعمل معانا النهارده بيض بالخضار. يعني ايه بيض بالخضار؟ يعني ادي بيض، طماطم، فلفل الوان اخضر على احمر، والتوابل بتاعته عباره عن فلفل اسود وبابريكا وملح. نيجي بقى عند هنعمل النهارده طريقه جديده جدا للطعميه، وهي طعميه بطاطس. طعميه بطاطس مش بالفول خالص. هنبقى عندنا هنا قد بطاطايه كبيره، سلقتها وقشرتها وسلقتها، بس ما يكونش فيها ميه خالص زي كده. عندي خضره اللي هي بقدونس على شبت على كزبره خضراء. عندي بطاطايه مبشوره، تغسليها قبل ما تقشريها، وبعد ما تقشريها تبشريها وما تحطيش ميه وما تغسليهاش تاني. ده البطاطس مع الخضره مع البصلايه مع البطاطسايه المبشوره، معاها بيضه، معاها نص معلقه ربع معلقه شاي من البيكنج من الكربوناتو، ربع معلقه شاي من الكربوناتو. التوابل بتاعتها ايه؟ ملح، كمون، فلفل اسمر، بابريكا، كزبره ناشفه. مع بعض كده بالراحه هنشوف واحده واحده هنعمل ايه الاول في الطعميه بتاعتنا. اول حاجه هعملها ايه؟ هجيب البطاطس المهروسه بتاعتي وابتدي اعمل فيها حاجه. هحط عليها البطاطايه المبشوره اهي. البطاطايه اللي مبشوره قد البطاطايه المسلوقه، ان كانت كبيره يبقى كبيره، صغيره يبقى صغيره. تمام. هاجي اعمل ايه؟ اروح جايبه، انا هجيب بوله كبيره معلش شويه. انا كده جبت بوله كبيره اهي. هبتدي افضي البطاطس المهروسه المبشوره مع البطاطس المهروسه اهي، المهروسه كلها مع بعض اهي. زي ما احنا شايفين كده اهم الاتنين مع بعض. هبتدي اعمل ايه؟ احط التوابل بتاعتي كلها، احط الخضره، احط الخضره، احط البيضه، انا عندي الكميه هنا كبيره شويه فهحط كمان بيضه تاني اهيت. هحط شويه الكربوناتو اللي هي قلنا عليها، اللي هي ربع معلقه شاي اهيت. وهبتدي اعجن كل ده مع بعضه. معلش انا هعجن بايدي بقى اهي عشان اتمكن ان كله شرب من بعضه اهي، كله في بعضه. دي اسمها طعمية البطاطس او طعمية بالبطاطس، ما فيهاش فول خالص ولا فيها اي حاجة خالص، هو كده بس. معلش انا هعجنها كويس وايه واوريها لكم. في حاجة كمان انا معلش نسيت اقولها في المقادير، بس دي مهمة جدا جدا. معلقتين من الدقيق عليهم معلقتين من البقسماط زي ما احنا شايفين كده، ودول برضو هيتضافوا على البطاطس بتاعتنا عشان دول هما اللي هيمسكوها مع البيض زي ما احنا شايفين كده اهيت. هضيف بقى دول معلقتين دقيق مع معلقتين بقسماط، وابتدي اعجن تاني اهوت كله كده مع بعضه اهو.
كل ده عشان ما يخليهاش تفك معاكي وانتي بتعمليها اهي، زي العجينه بالظبط. برضو هعجنها واوريها لكم. انا كده اهو زي ما انتوا شايفين قدامكم، انا عجنتها كويس قوي. هاجي بقى عشان انا خلاص عجنتها، هجيب طبق كده احط فيه شويه من السمسم، وهحط عليهم 3 معالق كده بصمات او معلقتين بصمات كفايه قوي اهوت، 3 همت. وعليهم كمان معلقه كبيره او معلقتين من الكزبره الناشفه اهي، او معلقه واحده كفايه اهي. دول ايه؟ دول احنا هنقلبهم كويس قوي كده مع بعض اهو، مع السمسم مع كله، عشان دي اللي هنقلي الطعميه ونحط على وشها منهم، وهنبتدي نحط في الزيت. طبعا انا دلوقتي هقفل معاكم اهو، وهنروح سوا للبوتاجاز عشان نشوف مع بعض هنحمر ازاي. على ما الزيت بتاعنا يسخن، بصوا هحط كده ايدي فيها زيت كده بشويش خالص، واخد حته زي ما احنا شايفين كده اهي، بس كبرها شويه. بصوا، وابتدي ابططها زي الطعميه بالظبط. بس طبعا ما تنسوش ان دي كل حاجه فيها مستويه، مش هتعوز حاجه خالص اهي، زي ما انا عملتها كده. اجي بقى في الطبق بتاعي اللي هو فيه السمسم على السمسم على البصمات على الكزبره الناشفه، وابتدي اعمل كده اهي، وهبتدي اركن جنبي في الطبق كام واحده مع بعض كده عشان انتبه لهم هما بيستووا. اعمل كمان واحده معاكم اهو اهيت اهي. خلي بالكم الفطار بتاع يوم الجمعه ده بيبقى عالمي، يعني لازم الدلع ده، والواحد يصحى من بدري قبل ما كله يصحى ويقف كده مع نفسه اهوت، ما نبقاش كسلانين اهو كده. ادي دي اهيت، شايفين شكلها اهي، شايفين الشكل. انا هعمل كام واحده كده ونروح برضو مع بعض نحمر. كده الزيت ابتدى يسخن عندي، ما نخلوش لما يسخن على الاخر خالص، لا يكون كده وسط. وابتدي احط حاجتي اهوت اهي، وطي شويه كده. طبعا النار هاديه، هقلب اهو. بصوا شكلها، ولا تقولي هتفك منك ولا تقولي انها هتفك، ابدا ابدا ابدا. بس هتدوقوها احلى بكتير من الطعميه بتاعه الفول، والله طعمها خطير جدا جدا جدا. هنحط واحده هنا كمان. حمر كده واوريها لكم. بص عليها بقى كده، بصوا هي كده خلاص من كل ناحيه. بصوا دي الطعميه بتاعتنا، شايفين شكلها ايه؟ شايفين شكلها جميل خالص ازاي، زي الطعميه العاديه بالظبط. هطلعها طبعا في ايه اهي، هطلع في مصفى كده الاول عشان اصفي الزيت منهم. اصفي الزيت. بصوا منفوخه وجميله من الكربونات بتاعها، خطيره اهي. جميله جميله جميله. نقلب دي بقى كده اللي انا لسه حاطاها الاخر، ونكمل بقيتهم حبه كمان كده اهيت. بس تخلي النار وسط
عشان ما تتحرقش بره وجوه، ويبقى لسه من جوه ايه البيض بتاعها يبقى ني. لازم تبقى وسط بالظبط. انا هخلص كميه البطاطس بتاعتي دي اللي هي طعميه البطاطس، هكملها عشان نرجع تاني نشوف مع بعض بقيه اكلنا بتاع يوم الجمعه، يوم الاجازه يوم الاجازه. هنيجي بقى عبال ما البيض بتاعنا يستوي، طعميه البطاطس بتاعتنا تستوي، هنشوف البيض بتاعنا احنا هنعمل فيه ايه. اول حاجه هروح جايبه البيض بتاعي على العدد الاسره اللي انت هتعملي لهم الفطار. ادي واحده، 2، كل واحد بيعمل على حسب عدد الاسره بتاعته. 2، 3، 4، 5. تمام. هاجي اعمل ايه في البيض؟ اربه كده، اربه كويس قوي. هحط معاه التوابل بتاعتنا، الملح والبابريكا والفلفل الاسمر اهو زي ما احنا شايفين كده. هبتدي احط الطماطم اللي عندي، الفلفل الالوان، واربه. المفروض ان هو بيتحط معاه بصل ومعاه توم باودر ومعاه بصل باودر، بس انا بحس ان الموضوع بيبقى يعني انتفاخ من كل ناحيه، يعني القولون مش هيتحمل كل ده يا جماعه. بيحطوا معاه جبنه موتزاريلا، في حاجات كتير قوي. جبنه موتزاريلا دي ممكن تحطيها بعد ما يستوي خالص وتحطيها على وشه، بس احنا دلوقتي هنشوف. ادي احنا كده ربنا البيض خلاص، فاضل بس على اننا هنشوف هيستوي ازاي معانا. هحضر حاجتي واكلمكم ونرجع مع بعض. كده هنبتدي مع بعض البيض. انا حطيت اهي سمنه بلدي اهي، بتوزع كده على الصينيه بحالها كده اهي. وهعمل ايه؟ البيض بتاعي بالخضره، بالحاجه بالخضار بتاعي اللي هو الطماطم والفلفل والحاجات دي اهوت. هبتدي اصبه كده. ممكن تعمليه واحده واحده على قد كل واحد لوحده، ممكن تعمليها زي ما انا هعملها كده، وهوريكي كمان تقطعيها ازاي، وبيبقى شكلها اظرف واجمل بكتير قوي من اللي هي بتبقى واحده واحده لوحديها. هعمل كده ايه على نار هاديه اهيت، هسيب كده على نار هاديه، وكمان هغطيها واسيبهم يستووا شويه زي ما انتم شايفين كده اهي. هسيبها على نار هاديه خالص، واغطي كمان عليها واسيبها لحد ما تستوي، واجي ابص عليها. يبقى احنا عملنا كده خلاص الطعميه اللي هي بالبطاطس، وادي البيض. ناقص عندي ايه؟ ناقص عندي الفول، وعندي البتنجان المخلل بتاعنا. دي حاجات يعني كده بقى، اللي عايز بيض مسلوق، عايز شاي بلبن، بعد كده القراقيش، الحاجات دي كلها مع بعض كده. وهنشوف هنعمل ايه في الفول. هاجي للفول بتاعي، حله على النار كده تسخن، احط معاها شويه من زيت الذره كده يتقدح، لان لما بيتقدح بيدي طعم حلو قوي. يسخن بس معايا كده خلاص. الزيت بتاعي اهو انا جربت لقيته سخن. هبتدي افضي الفول بتاعي على فكره. الزيت السخن قوي ده بيدي للفول طعم حلو جدا جدا اهوت. هنحط عليه شويه صغيره جدا من الميه
انا بعد ما هعمله كده على فكره ممكن تضربيه في الخلاط وتصفيه وتاخديه وبعدين نحط عليه سلطه الطحينه، بس طبعا انا مش هقدر اعمل كده دلوقتي الا ساعه الاكل عشان الطحينه لما بتفضل معاه بيمرر. تمام كده. هنحط طبعا شويه من الكمون وشويه من الملح وايه كمان شويه الكمون وشويه من الملح، فاضل الليمون كده. هنحط كمان عليه نص ليمونه، نعصر كده بقى الليمونه بتاعتنا اهيت. النص التاني ونقلب. الفول ده انا بدمسه في البيت، ما بشتريش فول من بره ابدا ابدا، وقبل كده انا عملت لكم فيديو عن تدميس الفول، طبعا انضف واحلى بكتير من بره. كده كمان الفول بتاعي خلاص خلص، خلاص اغطي عليه واشيله ونشوف هنعمل ايه في الباقي. نبص على البيض بتاعنا كده، شايفين على الهادي خالص خالص، شايفين بقت ايه اهي لسه اهي. بص جمدت اهي، جمدت، شايفينها جمدت ازاي، ماشيه ما فيهاش حاجه نيه خالص خالص. بصوا اهي بقت زي الفطيره، زي الفطيره بالظبط. هوريكم بقى احنا لما نيجي نقدمها هنقدمها ازاي، بس شوفوا اهي التغطيه بتاعتها خلتها مسكت نفسها وبقت جميله جدا زي البيض الاومليت، بس كانها شكلها زي البيتزا بالظبط. انا هطفي عليها واغطي لحد ما نيجي نغرفها، وهوريكم برضو شكلها هيبقى عامل ازاي. انا كده اهو حطيت على البيض بتاعي شويه من الجبنه الموتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. طبعا هغطي عليه عشان الجبنه دي كلها تسيح، ولما نيجي ساعه الغرفه هنشوفه بقى شكله ايه. عايزه اوريكم بقى الجبنه بتاعتي لما ساحت عليها، بصوا ادت منظر جميل ازاي، ولسه برضو بتسيح اهي. خلينا مغطيه عليها لحد ما نيجي نغرفها وشوف هتعمل. دلوقتي هنروح فين بقى؟ هنروح نشوف البتنجان بتاعنا ازاي هنخلله. ادي البتنجان بتاعنا، وادي العلبه اللي احنا هنشيل فيها، وهنا عندي ده توم، وادي ليمون، وهنعمل ايه؟ هنحط عليه ملح، لان الخلطه دي انا بشيل منها مش هتبقى كلها طبعا اهي. ادي الملح، وادي اللي انا كنت عاملاها معاكم الفلفل المطحون اللي هو الشطه اهيت اهو. هنحط كده منه، وهنبتدي نقلب كل ده مع بعضه. الفلفل الاحمر ده ولعه، بس بصراحه بيدي طعم حلو جدا للبتنجان اهو. هنحط ايه كمان؟ هنحط معاهم شويه من الخل، وهنعصر كمان عليه الليمون بتاعنا كله. انا بحب الليمون جدا في البتنجان المخلل اهي. نعصر كمان نص ليمونه، كل الليمون تحفه تحفه. ناخد كمان نص اهو عشان الباقي نعصره عليه بعد ما نخلله اهو. تمام. هنعوز برضو دي
وهنقلب كل الخلطة دي مع بعض كده. انا ما بحبش الكمون ابدا في البتنجان لان بيمرر معاه مع الوقت، طول ما هو موجود عندك بيمرر فيه، كده بيبقى احسن بكتير. هعمل ايه؟ هروح جايبه بقى اشيل دول بعيد شويه على ما نعوزهم. هاخد البتنجان بتاعي وهجيب السكينه بتاعتي كده وهبتدي اخد واحده واحده كده. انا طبعا حاطه له، بصي لما تحطي الزيت حاجه بسيطه جدا وتحطيه هو يستوي، بس تلاقيه بيبقى ماسك نفسه، وفي نفس الوقت الجلده بتاعته مش محروقه مش محروقه كده. وارص في العلبه بتاعتي تمام كده اهي، شايفين اهيت. اهو وارص في علبتي وهعمل كده لحد ما اخلي البتنجان بتاعي كله. وهوريلكوا بقى ازاي لما اغرف كل ده هيبقى عامل ازاي. وده كده الفطار بتاعنا خلاص خلص الحمد لله. بصوا دي البيض اللي احنا عملناه، هو لونه محمر عشان البابريكا اللي احنا حطيناها والطماطم والحاجات دي، وادي الجبنه الموتزاريلا اللي ساحت على وشه، وعملنا البتنجان المخلل، وعملنا الفول اللي بالزيت المقدوح، وعملنا اهم حاجه اللي انا كنت عايزه اوريها لكم في الفيديو كله اللي هي طعميه البطاطس، ودي خطيره جدا يا ريت تجربوها لانها فعلا من الحاجات الجميله جدا جدا جدا. شايفين شكلها روعه وريحتها جميله جدا. طبعا مع الاكل دوت بيجي بقى لازم تكون في حاجه خضراء، يا اما جرجير يا بصل اخضر يا خيار، ومعاه جبنه بطماطم، عايز بيض مسلوق يتحط. كل اللي نفسه في حاجه بقى بيحطها. بس انا كان كل الفيديو كله على طعميه البطاطس، يا ريت تجربوها جميله جدا وهتعجبكم. وهقول لكم ايه ان شاء الله، انا ما عرفتش طبعا الكميه كلها، فان شاء الله باذن الله نتقابل في اكله جديده بطريقه جديده. وما تنسوش فطار يوم الجمعه، اوعوا تنسوني بقى في اللايك والاشتراك واعجاب، وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في البطاطس، طعميه البطاطس دي اهم حاجه طبعا. بشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي، سلام عليكم.